15 يورو مخالفة ركن سيارة في ألمانيا، لو ما دفعتهاش ممكن تتضاعف وتوصل ل10 مرات. اتصدمت صح؟ تعال اما اقول لك ايه اللي حصل معايا. في يوم من الايام كنت راكن العربيه بتاعتي غلط، وكنت عملت عليها فيديو قبل كده، فطبعا جات لي مخالفه 15 يورو، وبالفعل دفعتها وكل شيء كان تمام. ولكن عملت خطا شنيع جدا، وانا بحول التحويل البنكي نسيت اكتب رقم المخالفه في التحويل بتاعي. فاللي حصل السيستم ما شافش التحويل بتاعي خالص، وكاني ما حولتش اي حاجه. وانا بعدها على طول نزلت مصر اجازه لمده شهر، وطبعا عشان انا باين قدام السيستم ان ما دفعتش، فالغرامه تنتها ترتفع، وصلت ل 23 و38 يورو، وانا ما اعرفش اي حاجه. وبعد ما رجعت من مصر لقيت عندي جوابات فيها مانونج اللي هي انذارات كتير جدا، لحد ما المبلغ وصل 38 يورو. فانا هنا اتجننت واخدت كل حاجه تثبت ان انا دافع الفلوس ديت، وجريت عليهم بسرعه. هم بصراحه تفهموا الوضع وقالوا لي بجد انت ايوه دافع، بس نسيت تحط رقم المخالفه بتاعتك، وفهموني السيستم بيمشي ازاي. اول حاجه بتجيلك المخالفه عادي جدا، المفروض انك انت في خلال 14 يوم تدفعها، وبعد كده بيجي لك مانونج اللي هو انذار، وبعدين بتزيد بنسبه معينه. فانت هنا لو ما دفعتش بعد الزياده مره واثنين وثلاثه، بيودوا الورق او الملف بتاعك لشركه انكاسو، ودي شركه تحصيل خاصه. يعني الناس دي بتشتري اصلا الديون بتاعتك وبتدفع ثمنها للشركه، وهم بيتصرفوا معاك، والشركه دي بتقوم عليك قواضي لو انت ما دفعتش بعد الانذار الاخير. وبعدها ملفك بيوصل للمحكمه، وافضل لك اوعى توصل ملفك للمحكمه، لان لو ملفك وصل للمحكمه اعتبر مستقبلك ضاع، وده هنتكلم عليه في فيديو خاص لوحده. الغرامه الصغيره بتتضاعف هنا بسرعه كبيره جدا، ولو ما اخدتش بالك ممكن تلاقي نفسك مطلوب في المحكمه بسبب 15 يورو. فلو انت تعرف اي حد ممكن يطنش غرامه زي دي وتنقذه من الكارثه، ابعت له وشارك معاه الفيديو ده.